يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا النهارده سهله زي ما انتم شايفين، بجد سهله مش هتاخد وقت، وكمان حلوه جدا. مش هتعتمدوها في كل اسبوع. عندي هنا نص كيلو لحمه مفرومه، بس دي كانت لحمه انا فرمتها في الكبه، فلو يفضل يعني في الوصفه دي تبقى لحمه مفرومه من عند الجزار في المفرمه العاديه، علشان مسامها تكون اوسع فتستوي وتبقى طريه اكتر. تبلتها هنا بملح وفلفل وبهارات لحمه، مش اكتر من كده. وهكورها، اعملها كور صغيره كده او الحجم اللي تحبيه، ممكن تشكليها زي ما انتي حابه يعني. بعد كده هحطها في الفريزر تتشمع شويه على ما اجهز الخضار. عندي هنا بصلايه متوسطه متقطعه، وجزرايه، وفلفل اخضر رومي، وبطاطس. ممكن تزودي اي خضار تاني انتي حباه. هشوح بقى الخضار ده كله مع بعضه تشويحه حلوه كده واتبله، بعدين هنزل عليه بالبطاطس. انا طبعا هنا الصينيه طلعت صغيره في الاخر، فاضطريت استخدم حلتين، صينيه وحله. بس لو من الاول عملتي حله مقاسها مناسب فمش هتستخدمي غير حاجه واحده بس. نقلب بقى تقليبه بس. هنا ملح وفلفل وشويه كمون، وانا دايما بحب الاكل حراق شويه فبحط شطه، ده اختياري طبعا. نقلب تقليبه كويسه لحد ما الخضار كله يدبل كده زي ما انت شايفه. بعدين هنزل عليه بالبطاطس. ممكن تقطعي البطاطس سلايزات عادي زي ما انت حابه، دواير، مكعبات، بس كده. انا هنا نقلت الخضار، اديت له تشويحه زياده، وهنا بقى نزلت في حله سخنه جدا فيها معلقتين زيت باللحمه لحد ما تاخد اللون الحلو ده. بجد يا جماعه ريحتها تحفه تحفه يعني، جربوها، لازم تجربوها بجد. نفسها تاخد شويه لون كويس، متقلقوش مش هتلزق ولا اي حاجه. المهم بس الحله تكون سخنه، خصوصا لو مش تيفال او اي حاجه ما بتلزقش. بعدين حطيت عليها الخضار، هنقلب تقليبه كويسه تقليبتين كده 3. بعد كده هننزل عليها بميه مغليه، ميه سخنه يا جماعه، ميه مغليه لحد ما تغلي. ما نغطيش عليها لحد ما تغلي علشان نشيل الرغوه اللي هتطلع فوق دي، يعني نتخلص بقى من كل الرغاوي اللي فوق. زودت هنا 3 معالق صلصه، وبعدين حسيت انها محتاجه اكتر فزودت كمان معلقتين او 3. يعني شوفي انتي اللون اللي انتي حباه. هنا رز ابيض مصري عادي جدا، كوبايتين رز مغسول متصفي كويس وعليهم معلقه ملح، وبس كده خلص الرز. هنا كانت البصه الاخيره بس. نغرف بقى ونقدمها مع رز ابيض وسلطه. تحفه يا جماعه، تحفه بجد، وبألف هنا.